السلام عليكم، عاملين ايه رايكم بقى في البانيه اللي بسمسم ده؟ حلو قوي. اضافه السمسم للبانيه بجد فرقت في طعمه وشكله حلو قوي. انا مامة مودي، ودي قناتي مطبخ مامة مودي. متنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو، لو اول مره تشوفني اعمل اشتراك. التكايه دي حلوه قوي، فرقت معايا بجد، وتتبيله سريعه. تعالوا نشوف هنتبله ازاي بسرعه من غير حوسه يعني. دول بيضتين على حسب الكميه، لو نص كيلو بيضه، لو كيلو بيضتين. فلفل اسود، ملح. طبعا بص، نص كوبايه لبن رايب او نص كوبايه زبادي. بابريكا بقى، بهارات فراخ، 7 بهارات، التوابل اللي تحبي تضيفيها. تمام. باحط بقى يعني باضيف كمان معلقة خل. لو زبادي مش باضيف خل الصراحة، باضيف بس معلقة خل عشان اروب اللبن، لان اللبن ما كانش رايب. التكايه دي كده بقى مع البهارات واللبن والحاجات دي كلها، وبعد كده باضيف البانيه. تمام. باسيبه بقى ساعتين، او على حسب ما انتي بتجهزي. طبعا احنا كده كده بنجهز اكلنا ونسيبه، سيبيه ساعتين، ساعة، زي ما تحبي. وبعد كده بقى بنجيب الكفر اللي احنا هنحطه على البانيه. ده بقسماط. بصوا، قد كمية البقسماط بحط كمية الدقيق. بكمية الدقيق عندي بتبقى اعلى كمان شوية. بجد حلو قوي. الكفر ما بيفكش والطعم بيبقى خطير. وتحطي بقى بهارات بابريكا. وبعد كده بحط سمسم ني مش محمص. وسلام بقى لو كمان ممكن تحطي حبة البركة جبارة. او لو انتوا بتجيبوا السمسم، البقسماط تطحنوه في البيت، بيجي بالسمسم واللي عليه حبة البركة ده، وتطحنوه وتزودوا حبة بسيطة. بجد حلو قوي ونضيف احسن من البقسماط اللي بيبقى جاهز ناعم جاهز. بس كده. باخد بقى من التتبيله على طول على البقسماط. يعني باخد من التتبيله على الكفر اللي انا حطيته ده. واكون طبعا في الحاجات الاولانيه دي اكون مظبطه الملح. كده انا عملته. كده خلصت كله كده البانيه. بحطه في التلاجة يريح ربع ساعه، وممكن ما احطوش، الكفر مش بيفك. وبعد كده على زيت سخن وتنزلي. اسرع واطعم تتبيله بانيه. وعايزه اقول لكم تكايه السمسم دي فرقت بجد. شايفين شكله عامل ازاي؟ وطعمه حلو، العين بتاكل الاول زي ما بيقولوا. وسريع جدا في الجو الساقع ده، مش عايزين نقف في المطبخ كتير. جربوا طريقتي دي وقولوا رايكم فيها ايه. بجد حلو قوي وطعمها حلو جدا. وفلفل اسود وملح بس. بيبقى جبار. دي بقى من الحاجات السريعه، اللي هو البيض مع اللبن مع كل حاجه كله على بعض، والبهارات وكله. من غير ما اقعد احط البيض في مكان واللبن في مكان والدقيق في مكان. بجد ما بتفرقش حاجه، الطعم بيبقى حلو، بل بالعكس بيبقى الطعم احلى. جربوها التتبيله السريعه دي هتعجبكم، مع اضافه السمسم وحبه البركه لو عندكم. هتفرق. شكلها حلو كده. يلا بقى، سلام عليكم.